السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. خوتي نسألكم سؤال، جاوبوني بكل صراحة في التعليقات. راكو حاسين بلي راكو تحاربوا في عدو؟ راكو حاسين بهذا العدو هذا اللي راهو قريب ليكم، بهذا الشيطان الرجيم اللي راهو يحضر في كل حالة يعني في حياتكم، يحضر يعني في كل حالة بيش لا تحسوا ولا ما تحسوش انه هذا ادنى الغيب، يعني ادنى الغيب انك تؤمن بالشيطان وتؤمن بوساوس الشيطان وتؤمن، يعني هذا من الغيب. ربي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فربي أثبت وجود الجن وتكلم لنا على الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عبيش راكو تحسوا ولا ما كنتش تحسوا، ولكن المؤمن يحس بهذا الأمر. يعني سبحان الله الإنسان يعني في هذه الحياة الله ما يرتاحش. يعني يسألوا واحد من السلف قال له وقتاش نرتاحوا، قال لهم ما كاش الراحة في هذه الحياة، يعني حتى تموت. الشيطان يقعد غير يجري موراك، يحب كيما يقول حنا يأسرك، يحب يغتالك، يقتل لك الإيمان تاعك، يحب كيما يقول حنا يفسد لك نيتك. المهم ما يتلقكش، يدخل في كل حاجة في حياتك. يعني كي تروح تاكل يدخل، كي تروح تعاشر زوجتك يدخل، كي تهدر كلام يفسد لك النية تاعك، كي دير حاجة تاع خير يفسد لك النية. ما بيش تحسوا بهذه الأمور ولا ما تحسوش. لذلك ماذا بيا لو كتكتبوا لي في التعليقات نقول لكم كيفاش الشيطان الخطوات تاعو كيفاش يدخل ويتسلل للنفوس تاعنا. اول حاجه يديرها الشيطان يا اخواني هي الخطره كما يقول حنا يرمي لك هكذا كما الفكره هكذا، يسموها النزغ. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الان هذه المرحله هذه مرحله يعني قليل اللي يفيق لها. هذه مرحله كاين ناس عارفين بالله يديتيكتي هذه الخطرات هذه، يعرف بانها من الشيطان مباشرة. ربي قال لك فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكان تذكر ربي في كي تجيك هذيك الخطرة، خلاص هذيك الخطرة تروح، يعني تروح عادي جدا كل ما تفكرتش فيها. ولكن بعض الناس يقعد هذيك الخطرة يخليها تدخل، يعني ما يديرلهاش بالاش هكذا، ما يديرلهاش حاجة، يعني ما يغلقش عليها، يخليها تدخل. قال لك ابن القيم يقول لك دافع الخطرة، قال لك فإن لم تفعل صارت فكرة، بعدين تولي فكرة تخدم له في مخه، تبدأ تخدم. وهذه هي الوسوسة. يعني أنت الآن خليته يتسلل النفس تاعك كلها تخدم لك، هذه وسوسة. رب العالمين نزل صورة كاملة اسمها صورة الناس، تكلم فيها عن الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يعني الشيطان يوسوس وهو خناس يعني يظهر ويختفي هكذا، غير تذكر ربي يختفي ويظهر ويختفي، وما يكرهش يقعد غير يتبع فيك. ربي سماه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. علاش يوسوس في الصدور؟ ولا يريد الصدر، هو يريد القلب، يعني يحب يفسد لك قلبك، لأن القلب هو العضو الذي إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. لذلك هو يحب يفسد لك القلب تاعك. ثم الآن هذه الوسوسة هذه ابن القيم يقول لك دافع الفكرة، قال لك فإن لم تفعل صارت شهوة. إذا خليت هذه الوسوسة تخدم لك وقعد تسترسل مع التوسويس هذا، هنا راح تنتقل إلى مرحلة أخرى، هي مرحلة خطيرة إخواني، يسموها المس الشيطاني. الله عز وجل قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف أو طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني هذا المس الشيطاني يجي في حالات، أحيانا كي تغضب بزاف يدخل فيك هذاك الشيطان هذاك، يعني تولي ضعيف أنت. بعض الناس يظن بأن الغضب هذا قوة، هو ضعف خوتي. الإنسان اللي يتحكم في نفسه هذاك هو القوي، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل تم يجي مس الشيطاني في حالة الانفعالات الغضب، كي تكون تمتشي بشهوة محرمة، تتعاطى مسكر، ولا تكون في لذة تاع جنس محرم، ولا يدخل فيك الشيطان تما، اسمه المس الشيطاني. هذيك المرحلة هذيك يدخل فيك الشيطان، المس الشيطاني يبدا كيما. ولكن مع انه هذه مرحلة خطيرة، ولكن ربي قال لك يصاب بها حتى المتقين. ربي قال لك ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يعني المتقي يقدر يعني يدخل في هذا الشيطان، ولكن يتذكر المتقي. قال لك تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يعني يحاول الشيطان يأزك ويدفعك للمعاصي، ولكن المتقي تلقاه يفيق ويذكر. تذكروا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقعد يذكر ربي سبحانه. يعني إذا ما دام يتذكر الحمد لله. قال لك دافع الشهوة فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة. دوك انت هذيك الشهوة هذيك اللي بدات تخدم، تبدا تحترق من الداخل، تبدا يجوك صور، وتبدا يجوك هكذا اشياء، تحس روحك راك دير اشياء، تحس روحك كذا. نعطيكم مثال، مثلا النظرة هذه، النظرة جاتك نظرة، لو كان صرفت البصر تاعك خلاص ما كان والو، ولكن تتبع النظرة
هنا يبدا الشيطان يوسوس، ومن بعد ذلك انت خلاص هذيك المراه راحت، انت يعني الشيطان يجيبها لك في صدرك، يبدا يدخل فيك ويبدا يشهي فيك ويغري فيك، وتبدا تخدم لك هذيك الفكره، هذيك تبدا تخدم حتى تولي شهوه. كي تولي شهوة تولي عزيمة مع الوقت، إذا ما دافعتهاش تولي عزيمة، تولي حايب كما يقولوا حنايا، تدير الحرام حايب كما يقولوا، ربما تولي تحوس على حاجة تثير الشهوة تاعك. هذا كله من الشيطان إخواني. الآن هذا الشهوة هذه كي تبدأ تحترق من الداخل، يعني خلاص هي نار، يعني الشيطان يقعد يمدها بالصور هذيك، وتتبع انت الاشياء اللي تثير الشهوة تاعك وكذا، يعني خلاص الداخل تحترق من الداخل، لازم تدير الفعل. الآن دافع هذه الشهوة قال إن لم تفعل صارت فعلا. هذه هي المشكلة، خلاص تولي عندك إرادة يعني فولاذية باش توصل لهذيك الحاجة، ديرها كيما نقولوا حنا، خلاص عازم عليها وما كاش ما كاش تردد. تما قال لك إن لم تفعل صارت فعلا. وربي وش تكلم على هذه المرحلة هذه؟ قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. تما خلاص يعني ينسى كاع حاجة واسمها ربي، وهذه حرام هذه حلال، خلاص استحوذت عليه هذيك الفكرة، سيبون خلاص ما تقدرش تهضر معه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. هذه هي. لذلك على الإنسان يدافع، لازم يجاهد نفسه، جهاد الشيطان الرجيم. نفس تأمر بالسوء، الشيطان يأمرك بالسوء، لازم تجاهد. أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إذا ما دافعتش هذه الشهوة هذه راح تولي فعل للأسف الشديد، تولي فعل. وهذا هو قول الله عز وجل استزلهم الشيطان. هذه استزلهم يعني خلاص راهم وقعوا في هذاك المشكل هذاك، راهم وقعوا، استزلهم الشيطان. والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذه كاع خطوات خوتي. ربي يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إذا أنت لو كنت قادر من الأول ما تدخلش كاع في هذه المشاكل، لأنه نزول أنت كي راك تتبع في خطوات الشيطان راك تنزل لتحت، ومن بعد صعيبة تعاود تحشد روحك، تولي بلا فرانات، تولي تروح بلا فرانات خلاص. بصح لو كان في البداية كنت قادر تتحكم، كما واحد يسوق سيارة يمشي بريمير دوزيام طروازيام يقدر يتحكم في السيارة، ولكن إذا راحت 150 160 خلاص واش تشد فيها؟ تقدرش تفريني، من بعد تولي خلاص تغلبك هذيك السيارة. نفس الشيء هذه الغريزة وهذه الشهوة هذه، لذلك يستزلك الشيطان وما تقدرش تسلك. ومن بعد ذلك إذا درت الفعل وتداركت هذا الأمر بالتوبة النصوح والإنابة والبكاء إلى الله والرجوع إلى الله، ربما ربي يسلكك. لكن إذا عودت مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة يولي هذاك الفعل عادة، وهذه هي المصيبة. كي تولي عادة تولي هوى في النفس، هنا يولي ربك، هنا هذاك الفعل هذاك يولي هو يتحكم فيك، يولي يتحكم فيك خلاص. تولي مثلا انت عندك اي حاجه تاع حرام، نقول لك يا ودي اتقي الله، تقول لي واش نقول لي خلاص انا هذه مثلا والفت حاجه خلاص ما تقدرش تحبسها. لذلك ربي سماه الهوى، هذا سماه اله. افرايت من اتخذ الهه هواه، خلاص يولي عنده السلطان عليك، ما تقدرش ترفض له طلب، تولي النفس تاعك الغريزه تاعك هي تمشيك ماشي تمشي روحك. لذلك هذا الهوى ما كاش تحت أديم السماء إله يعبد مثل الهوى. لو كان أنت جاهدت نفسك وجاهدت الشيطان ما تتحكم فيك النفس هذه، ولكن ولا هذا الشيطان وهذه النفس متسلطين عليك، وهذه هي عبادة الشيطان. نهار اللي تولي تعبد الهوى تاعك تولي تعبد الشيطان. وهذا أغلب الناس اليوم هذا هو ربهم، هو الهوى، المصلحة، الحاجة اللي كما يقول حنا اللي يشتهيها يديرها. هذا هو رب الناس للأسف الشديد. اليوم رب العالمين سماه عبد، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القبيصة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. رب قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. رب قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. لذلك نعطيكم مثال آخر باختصار. انت احيانا تكون تتكلم هكذا واحد يبدا يسب فيك، تحير قاعد يبدا يكتب لك في التعليقات علاش يتوسوس شغل راني نهضر عليه نورمالمون، انت نعرفك تعرفنيش، ما نعرفك ما تعرفني، ولكن يتوسوس منك علاش يحسى في جنابه. لذلك هذا كله من الشيطان. كنت قادر تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وما تسبنيش، كي راك سبيتني راك آثم عند الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة نقتص منك. واضح لانك انت تبعت خطوات الشيطان. كنت قادر تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول انا ربي يهديني، تقول اذا فيك هذيك الحاجه تقول ربي يصلح حالي، ولكن انت واش درت؟ خليت هذيك النغزه تجيك ثم توسوست انت توسوست لها، ثم بعد ذلك واش درت؟
كي توسوست لها خليت الشيطان يدخل فيك ويقعد يأثر عليك، راهي ولات تسب فيا وتقذف فيا، والله المستعان. بارك الله فيكم، السلام عليكم.